انا بتحدى اي حد لو يعرف ايه اللي بيستوي في الطاسه ديت غير لو هو اكل من المكان ده بجد، عشان المطعم ده بقاله 60 سنه وبيجي له ناس من محافظات تانية مخصوص علشان ياكلوا من عنده طبق المشكل. يا ترى في ناس لسه بتحب الاكل الحرش؟ فانا النهارده عند علم من اعلام الطواجن والاكل الحرش في شبرا الخيمه، وهو مطعم ابو الهنا. وانا عايز اقول لكم ان انا كنت بصور الساعه 1 الظهر وكميه الزحمه اللي انتوا شايفينها ديت موجوده هناك. الطاسه اللي بتحضر فيها كل حاجه قدامك كده وشايفها بعينيك، فانا حضرت مع الشيف اللي هو بيحضر بقى الكبد والكفته والحاجات دي كلها، وفضلت اقلب في الطاسه كده بعد ما حط البهارات والفلفل والبصل والمخاص. الطاسه اللي انا كنت بقلب فيها كانت طاسه الكبده، ودي بقى طاسه الكفته. نزلنا باول حاجه الكبده المتقطعه شرايح في الليه اللي في الطاسه ده يا جدعان، ليه مش زيت عشان تبقوا عارفين. بس هو بعد كده بينزل بالبصل المتقطع والفلفل والحاجات دي كلها، وينزل بالبهارات بقى الكمون مع الكزبره، وبعد كده بيحط الفلفل، وبعد كده بيحط الملح. اطباق المشكل بيعبي لك اطباق زي ما انت عايز، وبرده في سندوتشات مشكل. نزل لنا اول حاجه السلطات مع الطحينه مع العيش، بعد كده طاجن ورق عنب بالكوارع وفته باللحمه، وشوربه الكوارع